بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم إن شاء الله سيتم تقديم ورشة عمل بعنوان توظيف برامج الذكاء الاصطناعي في المواقف التعليمية الجزء الثاني. يوم السبت الماضي تم تقديم ورشة من تقديم الأستاذة أسماء الهاشمي وأيضا الأستاذة عائشة العسم. واليوم سيتم استكمال ورش الذكاء الاصطناعي، على اعتبار المجال الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يعتبر مجال من ضمن مجالات التمكين الرقمي التي تم البدء في نشر ثقافتها من بداية هذا العام والتركيز عليها، وحث المعلمين على توظيفها في برامج التمكين الرقمي في المواقف التعليمية. إن شاء الله سيتم تقديم ورشة أخرى يوم السبت في نفس الموعد من تقديم اختصاصية تكنولوجيا التعليم هنا مصطفى أحمد، بعنوان إنشاء العروض التقديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي. الآن سنبدأ مع الأستاذة مريم جاسم الشريان معلمة نظام الفصل. أستاذة مريم جاهزة؟ حياك أستاذة مريم. أهلا أستاذة هنا، أهلا بجميع الحضور. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مبارك عليكم ما تبقى من الشهر الفضيل. أهلا وأهلا وسهلا بكم جميعا في ورشتنا لهذا اليوم. في البداية أحب أن أعرفكم على نفسي. معكم الأستاذة مريم جاسم الشقيان، معلمة نظام فصل بمدرسة قلالي الابتدائية للبنين. الأسبوع الماضي تم أخذ ورشة توظيف الذكاء الاصطناعي في المواقف التعليمية الجزء الأول، وتم شرح برنامج لينوردو من قبل الأستاذة عايشة إبراهيم العسل معلمة المواطنة، وبرنامج الDID من قبل الأستاذة أسماء عادل الهاشمي معلمة نظام فصل. وبإذن الله اليوم سنستكمل ورشة الذكاء الاصطناعي الجزء الثاني معي عن طريق شرح برنامجين، ألا وهما برنامج التون آرت وبرنامج الDID. طبعا محاور ورشتنا لهذا اليوم، أولا سنقوم بتعريف الموقعين ألا وهما التون آرت وموقع الDID. ثانيا سنتحدث عن طريقة التسجيل للدخول إلى الموقع. ثالثا سنقوم بالتطبيق العملي معا بإذن الله. رابعاً سنعرض نماذج من توظيف البرنامج في المواقف التعليمية، وسأتحدث بشكل سريع عن مدى فعالية استخدام هذه البرامج في البيئة التعليمية التي تساهم في إنجاح سير الحصة، مما يخلق بيئة تعليمية جذابة ممتعة للطلاب. أولاً سنقوم بتعريف برنامج التون آرت كما تشاهدون في هذه الصورة، وهو تطبيق يقوم بتحويل الصور العادية لصور أخرى كرتونية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمة الخاصة به، وبالتالي سنتمكن من صنع صور مثالية. كما تشاهدون هذه أيقونة برنامج تون آرت، وهي الفكرة من تحويل الصورة الواقعية إلى صورة كرتونية باستخدام الذكاء الاصطناعي. بالنسبة إلى طريقة تسجيل الدخول في البرنامج، هذا البرنامج طريقة التسجيل فيه عن طريق الأب ستور الداعم لشركة أبل ستور، من خلال أجهزة الهواتف أو الآيباد أو أجهزة الحاسوب الداعمة للأبل ستور. يمكنكم أخذ لقطة شاشة لمسح الاستجابة السريعة التي ترونها هنا أمامكم لتنزيل البرنامج مباشرة من خلال أجهزة الحاسوب لديكم، هذا عن طريق الأب ستور. أما بالنسبة للطريقة الأخرى للتسجيل عن طريق جوجل بلاي أو بلاي ستور الداعم لأجهزة السامسونج أو الهواوي أو باقي الأجهزة. يمكنكم أيضًا هنا أخذ لقطة من الشاشة لمسح الاستجابة السريعة لإدخالكم مباشرة لتنزيل البرنامج عبر أجهزتكم وتحميل البرنامج.
ثالثاً سننتقل إلى التطبيق العملي. كما ترون هنا وضعت لكم صور توضيحية لطريقة التسجيل في البرنامج، لأن البرنامج يمكن تنزيله فقط إما عن طريق أجهزة الهواتف أو الآيباد أو جهاز الحاسوب كما ذكرت سابقاً الداعم للأبل ستور أو جوجل بلاي. لذلك يمكنني مشاركتكم الخطوات عن طريق الصور والفيديوهات الموضحة أمامكم للبرنامج، لأن جهاز الحاسوب لدي لا يدعم أبل ستور أو جوجل ستور، حيث يتم استخدام هذا البرنامج عن طريق استخدام هاتفي الشخصي، وهو برنامج جدا سهل في التنزيل والاستخدام ولا يوجد به أي صعوبة إن شاء الله. في الصورة الأولى عند تنزيل البرنامج سيظهر لكم هذه الصورة الكرتونية. في الأسفل موجود كلمة باللغة الإنجليزية continue، ستقوم بالضغط عليها للانتقال إلى الصورة التالية. الصورة الثانية ستظهر لك طريقة الاشتراك، إما عن طريق 3 أيام بالتجربة المجانية أو عن طريق الاشتراك لمدة سنة بمبلغ وقدره $59. ستختار الطريقة المناسبة لتسجيلك ومن ثم ستضغط على كلمة continue مرة أخرى للانتقال إلى الصورة الثالثة. بعد الانتقال للصورة الثالثة وتحديد طريقة الاشتراك ستقوم بتنزيل البرنامج، وكما تشاهدون هنا في الطريقة الرابعة هذه صورة الأيقونة عند تنزيل البرنامج باسم تون آرت. ستقوم بالضغط عليه، ستظهر لك مجموعة من الأيقونات. في الطريقة الخامسة هذه عبارة عن مجموعة من الفلاتر، ستقوم باختيار الفلاتر التي تريدها لتحويل الصورة الحقيقية إلى صورة كرتونية. عند اختيار الفلتر ستقوم بالضغط على الصورة التي تريدها. أنا وضعت صورة توضيحية لطلاب صفي، سأقوم باختيار أحد الطلاب الموجودة لدي لتحويلها من صورة حقيقية إلى صورة كرتونية. على سبيل المثال قمت باختيار الطالب فهد من طلاب صفي المميزين، وهنا ستظهر لي مجموعة من الفلاتر في الأعلى توضيحية، وأيضًا في الأسفل سأقوم باختيار الفلتر الذي يناسبني، ومن ثم عند الانتهاء من اختيار الفلتر الذي يناسبني في الأعلى ستكون موجودة صورة السهم لحفظ الصورة. ستظهر لنا عدة خيارات كما موضح لكم في الجهة اليسار، ألا وهي نسخ، حفظ الصورة، تعيين جهة اتصال، طباعة، إضافة إلى ملاحظة سريعة جديدة، إضافة إلى ألبوم مشترك، إنشاء واجهة ساعة، حفظ في الملفات، البحث عن منتجات على أمازون. أنت ستقوم باختيار الخيار المناسب لك. من الممكن اختيار الطباعة بطباعة الصورة مباشرة دايركت، أو حفظ الصورة، فاختيار الشيء الذي يناسبك. نحن بالعادة نحفظ الصورة مباشرة لاستخدامها في عروضنا في أثناء المواقف التعليمية. هذا فيديو موضح لكيفية استخدام البرنامج عند تنزيله. سنقوم بالضغط عليه. كما ترون هنا مجموعة من الفلاتر، هو شبيه لبرنامج سناب شات. يمكنكم اختيار أي فلتر تريدونه، من فلتر عن طريق من الممكن رسم كرتوني، أو من الممكن خلق شخصية مخيفة، شخص مبتسمة، شخص غاضبة. هذه جميع الفلاتر الموجودة في البرنامج. ستقوم باختيار المناسب لك، ومن ثم ستختار الصورة المناسبة لك. قمت باختيار صورة طالب لدي يوسف، أيضًا من الطلاب المميزين لدي، ومن ثم ننتظر قليلًا إلى معالجة الصورة، ومن ثم ستظهر لنا عدة فلاتر كرتونية. نقوم باختيار المناسب لنا بتحديد الشكل
الذي نريده. طبعًا عندما نرفع صورة الطالب أو أي صورة من الإنترنت أو لشخصية لابد من مراعاة جودة الصورة بحيث إن هي تكون واضحة، لأن البرنامج لا يدعم إلا للصور التي تكون واضحة. أيضًا سنقوم بطرح نموذج آخر لطالب آخر كما ذكرت سابقًا، نختار فلتر آخر ونقوم بتطبيقه على طالب آخر. قمت باختيار هنا الطالب عمر عادل أيضًا من الطلاب المميزين عندي. أكيد هو الآن يرى نفسه وهو مبتسم لأن أنا رأيته موجود في الورشة. هنا يرى نفسه في عدة وجوه. سأقوم باختيار الصورة المناسبة لديه. ومن ثم من بعد الانتهاء سأقوم بحفظ الصورة كما ذكرت سابقًا. الآن سوف ننتقل إلى نماذج من توظيف البرنامج في المواقف التعليمية. كما تشاهدون في الصورة الأعلى لطالبي فهد، هذه صورة حقيقية تم دمجها ببرنامج الذكاء الاصطناعي تون آرت وتحويلها إلى صورة كرتونية. وأيضًا في الأسفل طالب راشد والطالب يوسف والطالب في الأسفل سعود. وفي الأعلى طالبي عيسى إياد وفي الأسفل طالبي أحمد يوسف. تحية لكم جميعًا يا أبطال إن كنتم موجودين في الورشة، سعدت بتواجدكم. طبعًا هذه البرامج تنمي الجانب التخيلي والإبداعي لدى الطلاب وتحببهم أكثر بالبيئة التعليمية، لأنه الطالب بالفعل يشعر بأنه عنصر مهم وفعال في البيئة التعليمية عندما يشاهد نفسه ويشاهدون زملائه بصورة كرتونية، فبالطبع ستكون محببة لهم لعمرهم وسنهم، مما تساهم في خدمة البيئة التعليمية وشرح الدرس بطريقة جذابة وسلسة. طبعًا انتهينا من برنامجنا الأول ألا وهو التون آرت. وإن كان لديكم أي سؤال يمكنني استقباله في نهاية الورشة. الآن سأنتقل إلى برنامج الآخر ألا وهو الDID، وهو برنامج كيفية توظيف المقطع الصوتي على الصور سواء إن كانت الصور التي عملناها ببرنامج التون آرت أو الصور التي ممكن. طبعًا في البداية تعريف برنامج الDID هو موقع يعمل أيضًا بالذكاء الاصطناعي صور الأشخاص الثابتة إلى صور متحركة ومتحدثة. سنرى هذا بعد قليل. طبعًا ثانيًا سنرى طريقة تسجيل الدخول إلى الموقع، جدًا سهل وبسيط. سنفتح محرك البحث ونكتب في خانة البحث اسم الموقع DID. ومن ثم سيظهر لنا أول رابط، هذا هو شعاره باللون الأبيض. سنقوم بالنقر عليه. ستفتح لنا صفحة الموقع هذه. سنقوم بالضغط على أبدأ بالتجربة المجانية. كما تشاهدون وضعت علامة دائرة حمراء لمعرفة أين الضغط. ثم سنقوم بتسجيل الإيميل مع كلمة المرور على طريقة إما حساب جوجل أو على حساب الأبل ستور، أنت وطريقتك في اختيار طريقة التسجيل للدخول. ومن ثم ستضغط على كلمة continue
ألا وهي المتابعة. ومن بعد ضغطك على كلمة متابعة ستظهر لك مجموعة من الأسئلة، ألا وهي الأسئلة التعريفية بالموقع. على سبيل المثال: كم عدد الأشخاص في شركتك؟ بإمكانك الإجابة عليها بشكل عشوائي. السؤال الثاني مثلاً: ما هي الصناعة التي تنتمي إليها شركتك؟ مجموعة من الردود. أنت ستقوم بالضغط على الخيار المناسب لك. كما ترى هنا: التسويق، الإعلان، التصميم، التكنولوجيا، البرمجيات، تكنولوجيا المعلومات، التعليم والتدريب، الرعاية الصحية واليقظية، مستشار، الخدمات المالية والتأمين، وسائل الإعلام، وغيرها الكثير. ستختار المناسب لك. ستواصل في الإجابة على الأسئلة: كيف تخطيط الاستخدام؟ هل هو في التعليم؟ هل هو محتوى الخالق؟ هل هو التسويق؟ تحسين تجارب العملاء؟ إنتاج فيديو؟ وغيرها. والسؤال الأخير: من هو جمهورك المستهدف؟ ستضع أيضا الخيار المناسب، إن كان عائلة، أصدقاء، الأعمال، لست متأكدا بعد. ستضغط ومن ثم التالي. عند فتح البرنامج ستظهر لك هذه الصفحة الرئيسية. ستقوم بالضغط على قم بإنشاء فيديو، هذه ستظهر لك مباشرة، أو يمكنك الضغط على إنشاء فيديو في الجهة الأعلى جهة اليمين لإنشاء فيديو خاص بك. ومن ثم ستظهر لك هذه الصورة. هنا يمكنك أن تضع الصورة التي تريدها، إما بتحميل الصورة التي أنت عملتها في إحدى البرامج، أو التي يتم تحميلها عن طريق جوجل، أو الصور التي تكون موجودة في الأساس في البرنامج. من خصائص البرنامج أيضًا الجميلة: ممكنك أن تضيف النص الذي تريد به أن يلقي به الشخصية التي تريدها، أو بإمكانك رفع مقطع صوتي محمل لأحد الطلبة لديك، أو مقطع صوتي لك، ومن ثم تضمينه على إحدى الشخصية لإلقائها. مجاني لمدة 3 أيام، ولكن إن كنت تريد ترقية الباقة فهناك مجموعة من الباقات بإمكانك الاشتراك بها، إما عن طريق شهري، شهران، أو نصف سنة، أو حتى سنويًا. فأنت وطريقة اشتراكك المحببة لديك التي تفضلها. الآن بإذن الله سننتقل إلى التطبيق العملي معًا. سأقوم بفتح محرك جوجل. سأقوم بكتابة DID. سأقوم بالنقر على أول رابط، وهذه هي إشارة البرنامج. ستظهر لي هذه الصفحة في البداية. نقوم بتسجيل الدخول على هذه كلمة log in. ننتظر قليلًا حتى تفتح لنا. أنا بالطبع كنت مسجلة مسبقًا، ولكن أنتن ستقومون بالتسجيل عن طريقة التسجيل المناسبة لكم، إما عن جوجل أو إيميل أبل ستور، إلى أن تظهر لكم هذه الصورة بعد أن تجتازوا خطوات الأسئلة التي قد ذكرتها سابقًا. بعد الاجتياز ستفتح لكم هذه الصورة. أنت في البداية ستضغط على Create Video. سأقوم بتحويله إلى اللغة العربية ليسهل لديكم. هو برنامج يدعم اللغة الإنجليزية واللغة العربية لكي يسهل عليكم توضيح الصورة وتوصيل المعلومة. كما تشاهدون هنا توجد عدة شخصيات من البرنامج نفسه. جميع هذه الشخصيات متاحة، ويمكننا اختيار أي شخصية نحن نراها مناسبة لنا، أو
إما عن طريق أننا نحن نضيف الصورة التي تناسبنا. أنا سأضيف طلاب المميزين على سبيل المثال. أنا سأضيف عدة طلاب بإمكاني إضافة عدد اللامحدود له، ولابد عند إضافة الصورة نتأكد من جودة تحميل الصورة لأنها لازم تكون واضحة. إذا كانت واضحة سيتمكن البرنامج من رفعها. ومن ثم سأختار على سبيل المثال هذا الطالب، طالب فهد المحميد، سأقوم بكتابة إما نص بحيث أنه يقرأ النص مباشرة، أو عن طريق إدراج مقطع صوتي للطالب نفسه وهو يقوله. سنجرب الطريقتان معا. على سبيل المثال أنا ضغطت على النصين، سأكتب مثلا الفصل هو جزء من السنة ينقسم إلى 4 فصول. الفصل هو جزء من السنة ينقسم إلى 4 فصول، ومن ثم سأقوم باختيار طريقة اللغة واللهجة المناسبة لي. فهنا توجد عدة لهجات: إنجليزية، هولندية، صينية. ونحن بالطبع سنختار اللغة العربية. توجد عدة لهجات للغة العربية منها قطر وعمان والمغرب وليبيا ولبنان، الكويت. نحن بالطبع سنختار بلدتنا الحبيبة البحرين. هنا سنضع طريقة الصوت الذي سيلقي مثلا علي. هذا هو البرنامج وضعه لي، لست أنا قمت بتحميله. فعلي يشير لرجل، صوت رجل، وليلى يشير إلى صوت أنثى. فبالطبع نحن سنختار صوت علي، ومن ثم سنقوم بالاستماع إلى النص عن طريق الضغط على هذا. الفصل هو جزء من السنة ينقسم إلى 4 فصول. هذا هو الصوت الذي وضعه لنا البرنامج. ميزة هذه الساعة أنني أضع نصف ثانية بين الكلمة، أي بما معنى من بدال لا يتحدث بطريقة سريعة يمكنني أن أبطأ درجة الصوت أو السرعة. وهنا أريد مثلا بين اسم الفصل والتعريف فترة زمنية معينة. نلاحظ الفصل هو جزء من السنة ينقسم إلى 4 فصول. أيضا أريد تبطيئة أكثر. ممكن أن أضع هنا الفاصل بين التعريف. نستمع مرة أخرى. الفصل هو جزء من السنة ينقسم إلى 4 فصول. وبهذه الطريقة يمكنك أن تتحكم في مدى سرعة الحديث والاستماع إليه. في الأخير هنا يوجد قلم بالذكاء الاصطناعي. عندما أقوم بالضغط عليه سينقل لي فقرة تتضمن محور الذي أنا كتبته. أنا موضوعي عن الفصول، سيستخرج لي موضوع يتحدث أيضا عن الفصول بشكل مفصل يمكنني استخدامه في هذا البرنامج. لننظر ماذا وضع لنا. نريد أن نسمع. الفصل هو جزء من السنة ينقسم إلى 4 فصول. أنا كتبت إلى هنا. هو أضاف لي الباقي رئيسية وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء. قام بتعديد ال4 فصول وتختلف مدة كل فصل من الآخر، وذكر الفترات لفصل الربيع والخريف، ويختلف كل فصل من فصل إلى آخر، وذكر بشكل مفصل عن ماذا
يتحدث الفصول، فهذا بالإمكان استخدامه اختصارًا للوقت، ولكن هذه الميزة لا يمكن تطبيقها إلا إذا تمت ترقية الباقة، لأن الباقة هي فقط تدعم ل10 كلمات التي تضعها، فقط 10 كلمات، أما هذا لا يدعمه إلا إذا كان بترقية الباقة، لذلك أنا قمت بحذفه. دقيقة واحدة. مثلًا الآن سأكتبها مرة أخرى اختصارًا للوقت، سأكتب هذا بشكل مبسط وسأقوم بتطبيقه عند الضغط على توليد الفيديو. لنلاحظ الآن ظهرت لنا إشارة النجاح، لقد نجحنا في إنشاء الفيديو الخاص بك، لنستمع إليه. الفصل هو جزء من السنة. الفصل هو جزء من السنة. هذا عندما نطبق الصوت الإلكتروني الموجود في البرنامج، ولكن أريد أيضًا الآن تطبيق مقطع صوتي، سأقوم برفعه. هذه الطريقة الأخرى، لابد من تحميل الصوت مسبقًا لكي يتم رفعه في البرنامج. ننتظر قليلًا حتى يتحمل الصوت. لنرى الآن عند توليد الفيديو وإنشاءه كيف سيقوم بتظهيره. ننتظر قليلًا حتى يتحمل. طبعًا لفتة مهمة في البرنامج، لديكم 5 دقائق فقط لتحميل البرامج. على سبيل المثال هذا الفيديو أخذ مني 1 دقيقة و10 ثواني، وهذا الفيديو أخذ مني 3 ثواني. هنا سيشير لك أن المتبقي لاستخدام الفترة المجانية في إنشاء الفيديو 3 دقائق متبقية فقط. من بعد ال3 دقائق لا يمكنك إنتاج أي فيديو حتى تتمكن من ترقية الباقة. نستمع الآن إلى ما قمنا العمل به مؤخرًا برفع الصوت الطالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب مدرسة الجميلة، مدرسة جلال الابتدائية للبنين، غدا بإذن الله سيتم الاحتفال بمناسبة القرقعون، وهي إحدى المناسبات الرمضانية المحبوبة التي يتم الاحتفال بها في منتصف شهر رمضان المبارك. كل الشكر والتقدير لمديرة مدرستنا الأستاذة خلود إبراهيم السعدون لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في العديد من الفعاليات الرائعة، منها أبواب الخير ومهرجان أهلا رمضان والأعياد الوطنية وغدا القرقعون. انتظرونا بكل حب مع احتفالية القرقعون مع مسابقة في صفنا قرقعون. إلى اللقاء. طبعًا هذه التجربة التي عملناها مجانيًا، إما بصوت الموجود في البرنامج أو إما برفع الصوت المدرج الخاص بالطالب.
أو بالإمكان إضافة أي صورة يتم إدراجها عن طريق جوجل أو من الصور الموجودة في البرنامج نفسه. الآن سنكمل محاور ورشتنا. بعد التطبيق العملي سننتقل إلى نماذج من توظيف البرنامج في المواقف التعليمية. توجد هناك عدة توظيفات للبرنامجين من قبلي ومن قبل الأساتذة الفاضلة في مدرستنا، منها الأستاذة أسماء الهاشمي ومعلمة المواطنة. قمت الاستعانة بعرضهم بعض عروضهم لعرضها لكم. هذا من عرضي في مادة العلوم في توظيف النشاط الاستهلالي. أنا الطالب عبد الله محمد من الصف الثاني. يا أصدقائي، إليكم السؤال التالي: هيا لنكتشف الكلمة من خلال تركيب المقطع. فهنا يتحمس الطالب عندما يرى نفسه ويتحمس لمعرفة الإجابة ومعرفة من هو هذا صاحب الشخصية الموجودة في الصف، وكونها مقاربة ومطابقة لشخصيته الواقعة في الصف، فبالتالي يتعرفون على شخصيته ويندهشون منه. أنا الطالب عبد الله. أيضا في مادة اللغة العربية تم توظيف هذه الشخصية. السلام عليكم يا أصدقائي، عدت إليكم من جديد. أنا الطالب عبد الوهاب العوضي من الصف الثاني فقرة 3. جئت لكم ولدي سؤال: يا ترى ماذا كانت تسمى البحر قديما لاحتوائها على الكثير من النخيل؟ طبعا عندما نعرض هذه البرنامج ويتم توظيفها في البيئة التعليمية، جميع الطلاب يستمتعون ويندمجون بشكل غير طبيعي، لأن هذه البرامج تكون محببة للطلبة لسنهم. هذا أيضا من توظيف زميلتي الأستاذة أسماء عادل الهاشمي. أنا علامة من علامات الترقيم، أكون بين الجملتين، فمن أكون؟ أيضا في مادة الرياضيات. قام خالد بابتكار سيارة تطير في الهواء، فإذا صنع 3 سيارات وكل سيارة تحتاج إلى جناحين، فكم جناح يحتاج خالد لكي يصنع 3 سيارات؟ كما ترون في النماذج السابقة كانت صور موضحة للطلاب، أما هنا صور يمكن إدراجها من الإنترنت، ولكن لابد أن تكون ذات جودة عالية لكي يتم معالجتها من قبل البرنامج. قام أيضا في مادة سالم مريض ولم يتمكن من حضور درس الصخور والمعادن بسبب أنه مريض ويريد أن يحل ورقة النشاط، لكن يواجه صعوبة في معرفة الحل، ويريد منكم المساعدة في معرفة كل معدن وفي ماذا يستخدم. من يريد مساعدة سالم؟ وأيضا في مادة التربية للمواطنة من قبل الأستاذة عائشة إبراهيم الحسن. هل تعلم بأن مملكة البحرين قامت بجهود حثيثة على حفظ العادات والتقاليد والتراث في متحف البحرين الوطني، الذي يضم الكثير من عادات وتقاليد مملكة البحرين؟ وأنت يا عزيزي المواطن يجب عليك أن أولاً الاعتزاز والفخر بالعادات والتقاليد، ثانياً حكاية العادات والتقاليد للأجيال، ثالثاً إحياء المناسبات الشعبية السنوية. أيضا في مادة التربية المواطنة. هو سفينة الصحراء، هو وسيلة من وسائل النقل قديماً يستخدمونه للتنقل من مكان إلى آخر ولنقل الأمتعة، هو الجمل. وأيضا تم تصميم دعوة إلكترونية لحفل المتفوقين السنوي عن طريق برنامج DID من قبل الأستاذة أسماء عادل الهاشمي. أولياء أمورنا الأفاضل، ستنير مدرستنا بوجودكم وتملأ البهجة قلوبنا بكم.
لذلك نتشرف بدعوتكم لحضور حفل تكريم المتفوقين للفصل الدراسي الأول من العام 2023 و2024 في مدرستنا مدرسة قلالي الابتدائية للبنين، وذلك في 28 من شهر فبراير يوم الأربعاء. حضوركم يسعدنا ويشرفنا. وأيضا الذي قمنا بتصميمه اليوم معا ألا وهو الطالب فهد المحميد عندما كان يتحدث عن مسابقة في صفنا قرقاعون. بإذن الله ستقيم مدرستنا غدا هذه المسابقة إحياء لفعالية القرقاعون في الدول الخليجية. نستمع إليه مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب مدرسة الجميلة مدرسة قلال الابتدائية للبنين، غدا بإذن الله سيتم الاحتفال بمناسبة القرقاعون، وهي إحدى المناسبات الرمضانية المحبوبة التي يتم الاحتفال بها في منتصف شهر رمضان المبارك. كل الشكر والتقدير لمديرة مدرستنا الأستاذة خلود إبراهيم السعدون لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في العديد من الفعاليات الرائعة، منها أبواب الخير ومهرجان أهلا رمضان والأعياد الوطنية وغدا القرقاعون. انتظرونا بكل حب مع احتفالية القرقاعون مع مسابقة في صفنا قرقاعون. إلى اللقاء. طبعا هذه البرامج تنمي الجانب التخيلي والإبداعي لدى الطلاب كما ذكرت سابقا، تحببهم أكثر بالبيئة التعليمية لأن يشعرهم بأنهم عنصر مهم وفعال في البيئة التعليمية عندما يشاهدون نفسهم أو زملائهم يشاهدونه بصورة صورهم. وفي الختام تم تغطية محاور هذه الورشة التي تتضمن 4 محاور أساسية لاستخدام البرنامجين، ألا وهما التون آرت الذي يقوم بتحويل الصورة الحقيقية إلى صورة كرتونية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبرنامج الDID الذي يقوم بكتابة المقاطع الصوتية على الصور المختارة. وقد تم التعريف بالموقعين وتم شرح طريقة التسجيل للدخول إلى الموقع. وثالثاً تم إجراء التطبيق العملي للبرنامجين. رابعاً تم توظيف نماذج من توظيف البرنامجين في المواقف التعليمية لما لها عدة فوائد تعود للبيئة التعليمية المختلفة. أتمنى أن الورشة نالت على إعجابكم، ومن لديه أي سؤال أو استفسار عن أي شيء فليتفضل الإجابة عليه الآن، وشكرا لكم. طبعا شكرا جزيلا أستاذة مريم على الشرح الوافي لبرامج الذكاء الاصطناعي والتنوع في الشرح ما بين الجزء النظري وأيضا الجزء العملي، وعرض النماذج المتميزة والممارسات المتميزة في المدرسة، سواء اللي تم إعدادها في داخل صفك أو من قبل بعض المعلمات المتميزات في المدرسة، وأيضا في ممارسات متميزة أخرى في بعض الأقسام سيتم أيضا عرضها في ورش أخرى. نتمنى مشاركتكم وفي تقديم الورش. طبعا الآن أنا فتحت مكبرات الصوت لجميع الحاضرين، لأن أشاهد أن بعض الطلبة أو يمكن بعض المعلمين رافعين يدهم، عندهم استفسار أو عندهم كلمة، بس ناخد بالترتيب. نشوف الأول مين. يوسف محمد. أستاذة هنا. نعم تفضل. أهلا وسهلا.
طبعا أنا أشكر الأستاذة مريم قائدة الورشة على ما شاء الله تبارك الرحمن إنجازها القيم في تلخيص الورشة وإعطائنا الموجز المفيد بإذن الله تعالى. وربما يعني هذا التدريب الذاتي من خلالها، وتدريب أيضا معلمين من فيهم أيضا الأستاذة عائشة والأستاذة أسماء الهاشمي عائشة العسل في المرة السابقة. بمشيئة الله تعالى تكرار مثل هذه الأمور إن شاء الله يؤكد على أهمية تطبيق التعلم الإلكتروني وفق الذكاء الاصطناعي أو التمكين الرقمي وفق ما يتناسب الآن مع الوضع الحالي في توظيف الذكاء الاصطناعي. أشكرك جزيل الشكر أستاذة مريم على هذه الورشة القيمة الممتعة جدا التي مرت بصورة سريعة. نتمنى إن شاء الله أيضا من الطلبة والمعلمين والإداريات الاستفادة من مثل هذه الورشة في توظيفها في المواقف التعليمية. شكرا جزيلا. وأشكر أيضا الأستاذة هناء على دعمها للمعلمات المتميزات في تنفيذ ورش عمل قيمة بهذه الصورة. شكرا جزيلا. وأشكر جميع من حضر معنا أيضا واقتضاء جزء من وقت ثمين للدخول إلى الورشة سواء من مدرسة قلالي الابتدائي للبنين أو من مدارس وزارة التربية والتعليم. شكرا. شكرا أستاذة خلود. وإحنا بعد بنشكرك على دعمك للمدرسة ودعمك للمعلمات ودعمك للطلبة، وحثك دايما على مشاركة المعلمات المتميزات في تقديم ورش العمل التدريبية ونشر ثقافة برامج التمكين الرقمي المطبقة في المدرسة على مستوى مدارس مملكة البحرين. شكرا جزيلا لك. نبدأ بالأسئلة. فهد يفتح المكبر ويسأل لو عنده استفسار، لأني أشوف إنه رفع يده. السلام عليكم. عليكم شكرا السلام. معلمة مريم. شكرا معلمة مريم على المعلومات المفيدة، وإن شاء الله بإذن الله راح ننزل هذه البرامج. وبعد في بعد شيء، أنا معلمة وايد أحبك. الله يسعدك حبيبي فهد، وأنا بعد وايد أحبك، وشكرا لك ولحضورك ولكلماتك الجميلة يعطيك التي العافية تلمس القلب. أستاذة مريم، ما قصرتي، وأنت دائما سباقة في إبراز المواد التعليمية اللي تيسر سير العملية التعليمية في المدارس. الله ما يعطيك قصرتي العافية حبيبتي، فهد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبتي، شكرا لك. العفو، حياك. الطالب أيضا من عمر لديه استفسار عادل. تفضل يا عمر. شكرا يا معلمة. كانت الورشة سهلة. عفوا حبيبي، أتمنى أن نالت على إعجابكم وتم الاستفادة منها. شكرا لحضورك. عفوا. هل يوجد استفسار آخر؟ على ما أعتقد لا يوجد أي سؤال. شكرا لحضوركم جميعا. كما تقدم بالشكر الجزيل لمديرتي العزيزة الأستاذة خلود إبراهيم السعدون، والأستاذة أخصائية التكنولوجيا هناء مصطفى أحمد لإتاحة الفرصة لي في تقديم هذه الورشة وتوصيلها لكم إن شاء الله بطريقة سلسة ومفيدة. شكرا لحضوركم جميعا. بعد أستاذة دلال، أشوفها رفع يدها. أستاذة دلال. تفضلي أستاذة دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معكم معلم أول قسم فصل. حبيت أتقدم بالشكر الجزيل لمعلمات قسمي على مبادرتهم وشرحهم للذكاء الاصطناعي اللي كلنا نرى أهميته في جذب الطلاب لعملية التعليم والتعلم، وكان قسم نظام فصل القسم السباق لذلك. وطبعا كنا نعرف أن أساس التعليم الناجح هو المعلم الناجح، مثلكن عزيزاتي معلماتي المبدعات. ونجاح أناس يقدرون معناه، والإبداع ناس يحصدونه، لذلك أنا أقدر جهودكم المضنية وأنتم أهل للشكر والتقدير. وإن شاء الله أن يحذو جميع المعلومات حذوكم واستخدام الأساليب
التي تساعد في تطوير التعليم وأيضا جذب الطلاب للتعليم، مما يعود وينعكس على تطورهم الشخصي. جزاكم الله خير، وجعل عملكم في ميزان حسناتكم، وأسعدكم إن شاء الله في الدارين في الدنيا والآخرة. يعطيكم العافية معلماتي، ومن إبداع لإبداع ومن تميز لتميز بإذن الله. شكرا لك معلمتنا الأولى دلال مصلح. طبعا أكيد إحنا الأولاد كان إحنا ما وصلنا، دايما تتقدمين لنا الدعم، كل الشكر والتقدير لك على كلماتك الجميلة. أم عبد الله بعد. شكرا معلمة مريم. عفوا حبيبي، أهلا وسهلا بك، نورت الورشة. شكرا. عفوا يا عبد الله، أهلا وسهلا بك. هل توجد أي مداخلة أخرى أو سؤال؟ نحتاج مداخلة من المدارس الأخرى إذا كان بالإمكان، لأن أرى هناك مشاركين لنا من مدارس أخرى، إذا بالإمكان المشاركة. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة. لو سمحتي جزاكم الله خيرا على المجهود، ومعلش احنا ما حضرنا من الأول لأن الرابط وصلنا متأخر شوي، فالله يكرمك ممكن رابط تسجيل الورشة إذا سمحتوا يعني. إن شاء الله سنقوم بإرساله من قبل الأخصائية التكنولوجيا أستاذة هناء. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. تسلم أستاذ، شكرا لكم. شكرا لمرورك. من أي مدرسة أستاذ؟ الله يخليك أستاذ شكرا. من أي مدرسة؟ أبو سيتين الإعدادية البنين أستاذ. إن شاء الله إن شاء الله سيصل. أهلا وسهلا. حتى ونشارك عن طريق الأستاذ نسيمة. أوكي أستاذ، شكرا، مع السلامة. إن شاء الله. طبعا إحنا وضعنا رابط تقييم الورشة في الشات. نحب تقيمون الورشة وتقولوا لنا نفس العبارات اللي انتوا قلتوها، كلمات الشكر للمديرة وأيضا للأستاذة مريم في تقييم الورشة. وإن شاء الله بنرسل اللي هو رابط التسجيل من قبل مديرة المدرسة على مجموعات التواصل الاجتماعي الواتساب بإذن الله. كده انتهينا مديرة، لو في حد عنده سؤال. فيكي، واستفدنا كتير قوي من الورشة، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. كل عام وحضرتك بخير. شكرا لمرورك. سيتين الإعدادية للبنات أستاذ معاكي. أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتم وشرفتم الورشة. إن شاء الله بإذن الله سنرسل لكم رابط تسجيل الورشة الذي لم يحضره من البداية. على ما أعتقد وصلنا إلى نهاية الورشة. لا توجد أسئلة أو ملاحظات. شكرا معلمة مريم. عفوا صغير البطل، ما اسمك؟ عبد الله سمير. عبد الله سمير، أهلا وسهلا بك. الآن رأيت اسمك، أهلا وسهلا، نورت الورشة. شكرا. عفوا، إن كان لا يوجد أي سؤال لديكم فهنا قد توصلنا إلى نهاية الورشة. مديرة لقد انتهيت. بارك الله فيك. نؤكد على تقييم الورشة من قبل الجميع. الحضور موجود في الدردشة، الرابط بالإمكان الدخول عليه ومن ثم التقييم وإرساله. بارك الله فيكم وأشكر لكم حضوركم. شكرا أستاذة مريم، ما قصرتي. شكرا لحضوركم، إلى اللقاء.